ودعي بقى كل الطرق اللي عملتيها قبل كده للقطايف وتعالي نعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، من غير بقى دقيق السميد ومن غير الخميرة. بجد أحلى حلو شرقي هتعمليه هتبقى من ايدك بالطريقة الحلوة دي. هنعمل شربات مظبوط وهنعمل كمان القطايف بتاعتنا بالقرمشة الحلوة ديت. أول حاجة هنبدأ بيها الشربات، ومعايا كوبايتين من السكر، وبعد كده هنحط عليها كوباية ونص من المية، وبننزل بالراحة جدا من الجنب كده عشان خاطر السكر ما يجيش على جوانب الحلة ويعمل بلورات ويسكر معانا. ما بنقلبش خالص، باحطه على أصغر عين وباسيبه لغاية أما يبدأ يغلي، وأول ما يغلي باحط له نص ليمونة وكيس الفانيليا، وبعد كده باهدي النار واسيبه 10 دقايق واقفل النار واسيبه يبرد في مكانه. العجينة بقى بنحط كوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم معلقتين من السكر تكون ممسوحة، ومعلقة نشا هرمية، معلقة كبيرة هرمية، وكيس بيكنج باودر أو معلقة من البيكنج باودر، وفانيليا وذرة ملح. بقلبهم كويس، وبعد كده بستخدم بقى المية، بحط حوالي كوبايتين ونص من المية، خليكي كوبايتين وبعد كده النص ده خليه بالتدريج مية من الحنفية عادي جدا. بقلب كويس وبشوف القوام بتاعي، لو حبيت ان انا اضيف النص كوباية انا ضفت نص كوباية كمان، فكده المجموع كله كوبايتين ونص. بعد كده لازم اصفيهم عشان بيبقى فيه تكتلات، وبيكون معانا القوام بالشكل ده كده جميل جدا. باحضّر بقى فوطة نضيفة، وده الشربات بتاعنا جاهز خلاص. التسوية بقى على أصغر عين، باسخّن الطاسة بتاعتنا كويس جدًا، وأنا هاستخدم المعلقة المعيارية والكوباية اللي هي الربع كوب، وممكن تستخدمي فنجان، ممكن تستخدمي كبشة، أي حاجة، لازم الطاسة تكون بتاعتنا سخنة جدًا. وأول ما أحط العجين بتاعنا باهدّي النار لمتوسطة، باسيبها على النار ما باجيش جنبها خالص لغاية أمّا العجين بتاعنا يستوي خالص. طبعًا تقدري تستخدمي أي حاجة، زي ما قُلت لِك فنجان، كبشة، أي حاجة، كل ده على حسب الحجم اللي أنتِ حاباه. بتبقى معانا بالشكل ده، بعد ما العجين كله بيستوي بتبقى بالشكل ده كده. نعمل الكمية الباقية كلها بنفس الطريقة، ولما بخرجها في الفوطة لازم بكون مغطياها كويس جدا عشان خاطر ما تنشفش مني. باعمل حجم كبير أو حجم صغير، أنا اللي باتحكم في الحجم، ودي على حسب الرغبة، زي ما تحبي اعمليها. ما باطلعهاش من على النار غير لما بتكون العجين كله والبابلز اللي موجود ده كله راح خالص، فباخرجها على الفوطة. لازم تكون متغطية كويس عشان ما تنشفش. باخرجها لما بتكون وصلت للشكل ده كده. تمام. خلصت الكمية كلها بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا اظبط الحشو بتاعها. انا عايزة اوريكي بس طراوتها وجمالها طرية ازاي، ومش بتتشقق مني ولا بتتكسر، ومهما ما اعمل فيها جميلة وناجحة جدا. الحشو بتاعنا اي نوع مكسرات تحبيه، بس بلاش زبيب عشان لما بيتعرض للحرارة حجمه بيكبر وبيخلي القطايف تفتح في الزيت. باجيب المكسرات بتاعتي وباحط عليها معلقتين من السيرب اللي احنا عملناه الشربات، او معلقتين من السكر البودرة، وبقلبهم كويس مع بعض. ده بيساعد ان الحشو بتاعي يفضل متماسك معايا جوه القطايف وما يخرجش مني وانا باكل. بجيب بقى القطايف بتاعتي وببدأ ان انا احشيها الكمية المناسبة، يعني بحط الحشو بالظبط يعني بالنظر كده بالشكل ده، وبضغط عليها وبقفلها بالشكل ده كده، وبخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. وببدأ بقى ان انا احطها بقى في الزيت واحمرها كويس اوي. الزيت لازم يكون سخن وعلى العين الصغيرة، ولازم يكون عندي اي حاجة اصفي عليها الزيت بعد ما اخرجه. وانا بحط القطايف بحط الاول في المكان اللي انا مقفلة منه، وبعد كده بنزلها تاخد صدمة على الوش ده، وبعد كده برجع اقلبها على الوش التاني تاخد صدمة على الوش التاني عشان ما تفتحش مني. بعد كده بخليها تكمل سوا، وكل ما بخليها في الزيت وتتحمر على الاتجاهين كويس جدا، كل ما هي بتقرمش معايا وبتبقى مقرمشة وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين اللون جميل قوي. باحطها بعد كده في الصفاية تصفي الزيت، واسمعي معايا بقى الصوت الجميل ده، ده الصوت المطلوب. باحطها بقى في الشربات وباسيبها كده شوية في الشربات، وبارجع أصفيها تاني من الشربات، وبعد كده تتقدم بألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك وصفة هدير سعد. دعميني باللايك وتعليق حلو حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين.
وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ودايما متجمعين في الخير. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.